أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا هو اللقاء 11 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم يتحدث عن علاج مرض الغرور، وكان الدواء في هذا المقام الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، ألا وهو مقام الخوف من الجليل سبحانه وبحمده. وذكر لنا الإمام عدة أمور جاءت في السنة المطهرة مما ينبغي أن نضعها أمامنا ولا ننساها ولا نغفل عنها، فإنه لا شك إذا دخل الخوف الصحيح في قلب العبد عالج الغفلات والركون إلى الدنيا. وقلنا في فرق ما بين الخوف المرضي والخوف النافع الذي نتكلم عنه. قلنا مش بنتكلم عن الناس اللي عندها فوبيا ورهاب وعندها مشاكل في موضوع الخوف، فالخوف يكون مرض بالنسبة لهم، اللي هو مرض الهلع اللي ربنا تكلم عنه في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن اللي بنتكلم عنه اللي ربنا أمرنا به سبحانه وبحمده لما قال فلا تخشوا الناس واخشون، ولما أمرنا بالخوف منه سبحانه وتعالى وإياي فارهبون. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي المسند أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وكيف لا يضع الإنسان هذا الأمر أمام عينيه؟ والقبر كما تعلمون أول منازل الآخرة، فإذا صلح حال الإنسان فيه دل ذلك على أنه يكون من المنعمين. وأما إذا كانت الأخرى عياذا بالله فإن ذلك من علامات المصير إلى ما هو أسوأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. هذا رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني. فالإنسان ينبغي أن يعد العدة لهذا المصير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزيارة القبور: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان سفيان الثوري يقول:
من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار عياذا بالله. وقال أبو عاصم الحيطي: كنت أمشي مع محمد ابن واسع فأتينا المقابر فدمعت عيناه، ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من خمودهم، فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث من بين مسرور ومهموم. هكذا القبر كأنه يتكلم. بل إن أبو نعيم روى بإسناد صحيح عن عبيد بن عمير قال: يجعل للقبر لسانا ينطق به فيقول: ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت الأكلة وبيت الدود وبيت الوحشة؟ فالقبر يتكلم، وللقبر ضمة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينجو منها أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وصححه الألباني عن سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وقال: إن للقبر ضغط لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. فالقبر أهوال، وبالتالي محتاجين عشان نحرك قلوبنا يبقى دايما عندنا في حياتنا دايما كده على فترات زيارة للقبور بهذه النية، بنية إن الإنسان يطلع حظ الدنيا الفاني من قلبه، إنه يروح وينظر في المقابر ولو لي مقابر العائلة: ها هنا سأمكث. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب الروح للإمام ابن القيم، لأنه فيه كلام عن مشاهد القبر وأهواله تحتاج أن تذكرها بين الحين والحين عشان نحرك قلوبنا. قال: وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه: أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه نفسه بأنه النذير العريان. وإيه فكرة النذير العريان؟ اللي أخبر عنه في هذا الحديث كانوا زمان يعملوا كده، يخلوا واحد يبقى واقف على مرتفع من المرتفعات عشان يبصر لو في عدو جاي، وطبعا ما كانش فيه وسائل اتصال، فكان يخلع رداءه ويشير به من بعيد، فالإشارة دي كانت تعني أن هناك خطر داهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه جاءنا نذير بين يدي عذاب أليم، نذير من هول
ما يكون في المصير نذير لنا. ولذلك أول الأوامر الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اقرأ كانت قم فأنذر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. الإمام ابن القيم بيستعرض لنا هنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترهيب من الذنوب. وهنا احنا محتاجين نعرف حاجة مهمة، كان أهل العلم يوصون طلبة العلم بها، ألا وهي في مجموعة كتب كده يقولوا لا تخلو مكتبة مسلم منها، لأن مهم جدا إن أي مسلم يقرأ هذه الكتب. فقالوا الكتب إيه بقى؟ كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. الواحد يمسك الكتاب ويبتدي يستعرض، لأنه هيتعلم بطريقة عملية الرجاء والخوف. مع كل فضل من فضائل الأعمال يبقى حافز علشان يعمل هذا العمل. وفي نفس الوقت مع كل مرهب من المرهبات من فعل الذنب يبقى عنده الخوف، فيجتمع في الإنسان جنح المؤمن ألا وهما الخوف والرجاء. فكتاب الترغيب والترهيب، والشيخ الألباني له صحيح الترغيب والترهيب، وفي مجموعة كتب موجودة مختصر الترغيب والترهيب لشيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، وكتاب الخلاصة في الترغيب والترهيب. أي كتاب من هذه الكتب لازم يبقى في مكتبتك. إيه تاني مهم جدا؟ كتاب رائع وماتع اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي، مش العسقلاني صاحب فتح الباري. ابن حجر الهيتمي جاء بعده وكان مصريا، وكتابه من أمتع ما يكون في خطر الكبائر والذنوب. الزواجر عن اقتراف الكبائر، أو كتاب الكبائر للحافظ شمس الدين الذهبي. الكتب دي لازم تتقري ولازم نتواصى بيها، لأنه خف عند الناس خطر الذنب من كتر بقى ما اقترفت الذنوب واستسهل أمر الذنوب، فبقى المسائل دي يعني ما بتخطرش على بال ناس كتير. وبالتالي لما حتى يسمعوا هذه الأخطار ما بقاش ليها الوقع اللي كان مفترض أن يحدث لما نسمع هذه الزواجر. عشان كده واحنا بنسمع مثلا، أنا عايز يعني أقيس نبض قلوبكم. لو هقيس دلوقتي نبض القلوب واحنا بنسمع عن هذه الأحاديث بتبقوا عاملين ازاي؟ وانا مالي انا بالمسكر، مسكر ايه وكلام من ده ايه؟ ثم نجد من يبتلى في بيته بابن له يشرب المخدرات مع شلة السوق، لانه الحاجات دي كان لازم الولاد من بدري يعرفوها ويعظم عندهم خطرها، علشان ما يبقاش الامر مستسهل ونلاقي بعد كده الكوارث دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسكرات قال إن شارب المسكر، تعرفون النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم في مدمن الخمر، مدمن المخدرات؟ مدمن الخمر كعابد وثن. أعوذ بالله، كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. وهنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن عقوبة شارب المسكرات أن يسقى عياذا بالله من عصارة أهل النار ومن عرق أهل النار. سلم يا رب سلم. قال وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. السماء أطت، وفي هذا دلالة على وقع هذا الشأن ألا وهو سجود الملائكة، فضاقت السماء وكان لها هذا الصوت من ضيقها، وحق لها أن يخرج منها ذلك، لأنه ليس ثمة موضع فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد. وهؤلاء الملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وعشان كده أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الخطر الداهم، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الضحك تميت القلب. كان صلى الله عليه وسلم يبتسم صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتضاحكون، لكن المنهي عنه كثرة الضحك، الحياة العبثية، الحياة اللي قائمة على السخرية والتهكم، والنهاردة الأفشات والأشياء من هذا القبيل بزيادة عن الحد. هنا يكون الخطر ويكون سبب لقسوة القلب. قال: ولبكيتم كثيرا. فلما بنشوف حالنا وننظر في أحوال الصالحين فبون شاسع. سيدنا شداد بن أوس كان صاحب حذر وورع وبكاء، وكان إذا دخل فراشه يتقلب كأنه بالضبط كده بيقلب على مقلاف النار، قاعد بيتقلب كده ويقول: اللهم إن النار قد أذهبت مني النوم، فيقوم يصلي حتى يصبح. وسيدنا علي لما جاء يصف أمر الصحابة قال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة من طول بكائهم، فكان يبان على وجوههم قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. فتلاقي لهم هزة مع الذكر، لأن الذكر مأثر على القلب، فظهرت آثار الخشية على جوارحهم وهملت أعينهم، وعيونهم من البكاء من خشية الله تبارك وتعالى كانت تبل ثيابهم دموعهم. والله فكأني بالقوم باتوا غافلين، فما رؤي بعد ذلك ضاحكا بعد قول علي ذلك، حتى ضربه ابن ملجم، فكان من آخر ما ذكر علي رضي الله عنه هذا الحال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما احنا بقى بنشوف حالنا ونلاقي انه فعلا القلوب قاسية، وانه البكاء اللي يهز القلب من خشية الله ده آخر مرة حصل امتى؟ ده آخر مرة الإنسان وجل قلبه واهتز وبكت عيناه. هو فعلا هل حد منا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ هل حد منا فعلا
بكى من خشية الله حتى يكون في أمان، لأنه لا تمس النار عين بكت من خشية الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشية في قلوبنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين من خشيته لا تدمع. قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. صحابة مع منزلتهم ومع اجتهادهم كانوا يخافون، ونحن مع إهمالنا وتساهلنا وتفريطنا حال الواحد منا يقول بالرجاء، وللأسف هذا غرور. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وعبد الله ابنه في السنة، والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وفي إسناده نظر، ولكن مثله يستأنس به في مقامات الترهيب. يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائل، والحمائل عروق الأنثيين عزكم الله، يعني الخصيتين، أسأل الله العفو والعافية. ويملأ على الكافر نارا. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل: يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. هذه ضغطة القبر، وهي أحد أهوال القبر. وبالتالي أمر القبر وأنه أعظم واعظ للقلوب يجعلنا نقف وقفة كيف ننجو، والقبر روضة أو سيكون عياذا بالله حفرة. فما الأسباب التي تورد الناس عذاب القبر؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. على رأس ذلك الشرك طبعا، ولما نتكلم في الشرك خوفنا احنا يكون من مخالفات العقيدة، ونكون الإنسان بيقع في أمور فيها شركيات عظمى، أو من الشرك الأصغر الذي خاف علينا النبي منه صلى الله عليه وسلم فقال: أخوف ما أخاف عليكم شرك السرائر، الرياء. والله تبارك وتعالى جعل على رأس أسباب عذاب القبر ذلك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم النفاق والخطر، كل الخطر إن يكون الإنسان فيه من صفات المنافقين، وإنه النفاق يكون في القلب ويتسلل إلى قلب المؤمن حتى يفرغه من الإيمان. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال كان على خصلة من خصال النفاق. فالخوف إنه يكون في البني آدم مننا خصلة من خصال النفاق،
شيئا فشيئا يزيد الأمر، وعياذا بالله يبقى من نفاق عملي إلى نفاق اعتقادي، وكم رأينا من ذلك، نسأل الله العافية. في بعض أحاديث سؤال الملكين كما أورد ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان منافقا، قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. إن كان منافق وسئل سؤال الملكين عن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله كان الناس بتقول حاجة وأنا قلت زيهم ومش عارف، كنت مسلم بالبطاقة يعني، نسأل الله العافية. وكذلك من هذه الأسباب الكذب عياذا بالله، وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري من حديث سمرة ابن جندب بعض مشاهد العذاب في القبر، فقال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. عارفين هذا الخطاف اللي بيوضع فيه اللحم ونحوه، أهو الخطاف ده بقى ياخده من عند شفتيه هكذا ويسحبه لغاية قفاه، عافانا الله وإياكم، ويأخذ منخره من أنفه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، يعمل كده يمين ويعمل كده يسار، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب الآخر، فيعود هكذا ما بين شدقيه. فكان إيه الفعل اللي ارتكبه هذا الإنسان علشان يبقى ده عذابه في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان هذا الرجل كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يا رب سلم، يا رب سلم. كذلك وأمر هنا ننادي على كل مسلم ومسلمة العناية بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في هذا الحديث مما رأى من مشاهد عذاب القبر، كان شأن هاجر القرآن، من هجر القرآن بعد تعلمه، ومن نام عن الصلاة المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: وأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف له وماسك صخرة فوق رأسه، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يشق رأسه، يتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه ثم يعود. بتتشق دماغه وتبقى تفتت هكذا. فقيل: ماذا كان فعل هذا الرجل؟ قال: رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. فهذا شأن من نام عن القرآن، فكيف بمن هجر القرآن بالكلية؟ وكذا جاء عن النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها فيثقل ولا يقوم بحق الله فيها، فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وكذا أكل الربا، جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهرا
قال حسبت أنه كان نهرا أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر أن يفتح له فاه فيلقمه الحجر. نهر دم، عايش في نهر دم، واحد واقف له أول ما يقرب ناحية الشط يروح يقذفه بالحجر في فمه. وكان هذا الرجل هو آكل الربا عياذا بالله. وجاء أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه انطلق إلى مثل التنور فرن، قال فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا. وكان هؤلاء هم الزنا والزواني، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأمور وغيرها مما ذكر من أسباب عذاب القبر، مثل أن الإنسان لا يحسن التطهر. النبي قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نتعلم فقه الطهارة حتى لا نكون من هؤلاء الذين لا يحسنون الطهر فيقعون في هذا العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الحديث لما مر ببستان وسمع صوت إنسانين يعذبان، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما عملوش الشيء اللي كانوا يظنونه أمر عظيم، زنا بقى وربا وفواحش لا. الأول كان لا يستتر ولا يستنزه من بوله، والثاني كان يمشي بالغيبة أو بالنميمة. فبالتالي كلمة كان بيقولها فضفضة حبتين علشان يعني في مجلس من المجالس اللي ما بيراعيش الإنسان فيها لسانه، جاب سيرة حد وقدح فيه، وكانت غيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أو النميمة بالسعاية بالشر ونقل الكلام والأشياء من هذا القبيل. هذا يعذب في القبر عياذا بالله. والأسباب كثيرة، لكن المهم إن فعلا الأشياء دي لما بنسمعها، أو يمكن سمعنا هذا الكلام من قبل، طيب ليه لم نحدث العمل؟ ليه ما كانش التأثير كما ينبغي؟ هنا بقى هو أنا حسيب قلبي عليه الران طول الوقت كده؟ هو أنا طول الوقت هشتكي مر الشكوى من قسوة القلوب؟ هو أنا هقعد طول الوقت في مشاكل النفسية وأقول أصل أنا محبط، أصل أنا بمر بمشاكل، أصل أنا في مود اكتئاب اليومين دول، أصل أنا مشغول حبتين بهموم الدنيا، وكلنا ذاك الرجل؟ وهل حد متخيل إن هذه الهموم ستزول؟ يعني اللي في كل مرحلة عمرية هي مش من هم الهم. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن أصدق أسماء الإنسان همام، لأنه لا يخلو من هم. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. يعني هنقعد كده حتى لو بقى عندنا 80 سنة. فلازم وقفة، لازم وقفة للمحاسبة. أنا مش هقعد أسمع هذه النذر وأسمع الكلام ده ثم لا يتحرك في شيء ولا يستحدث هذا الكلام في توبة نصوح ألقى الله عز وجل بها. لازم وقفة، لأنه بالطريقة دي إحنا إلى الهاوية إن لم نستفق. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الملهيات كثيرة وزمن التواصل الاجتماعي والمشتتات كثيرة، لكن هذا هو المصير يا عباد الله. وبالتالي لازم نواجه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. مش هنفر من المصير.
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وبالتالي لابد أن الأمور دي تؤخذ على مأخذ الجد. ذكر الإمام ابن القيم كذلك أنه في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. عشان كده ناس كتير تقول سبحان الله جنازة فلان دي يعني فعلا كانت كأنها هي التي تمشي لا من يحملها. ورأينا ذلك في جنائز الأكابر من الصالحين في زماننا من علمائنا ومشايخنا، رأينا ذلك كثيرا بفضل الله عز وجل من علامات الدالة على حسن خاتمتهم وعلى حسن مآلهم. ورأينا غير ذلك، وكتير جدا من الناس اللي بتعالج أمر الدفن بتخبرنا بهذه الأمور. فعلا بقى كل ما يحاولوا يقدموا الجنازة يلاقوا مشكلة، ويلاقوا إنه مش عارفين يحطوا الجنازة، وهذا لأنها لا تريد أن توضع في القبر لما تعلم مما ينتظرها فيه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. هذا في الموقف، وهذا عند الحشر والنشور، فيحشر الناس جميعا وتدنو الشمس من الرؤوس إلا من أظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فلما نستشعر المعنى ده واقرأوا كتاب الحارث المحاسبي التوهم، لأنه عمل تجربة مهمة جدا. قال تعالوا كده نسبح بخيالنا ونعيش كل مرحلة من المراحل من أول السكرات إلى الجنة أو النار، نعيش كيف ستكون، كيف يكون استقبالي لملك الموت، كيف ستكون أول ليلة في القبر، كيف سيكون حالي عند النشور وعند البعث، كيف سيكون حالي عند الحساب والسؤال، كيف سيكون شأني عند الميزان، كيف سيكون مروري على الصراط. فمع كل مشهد من هذه المشاهد يعيشها الإنسان، لأنه ده المصير، ولأنه ده أمر ينبغي أن يكون عند كل مؤمن يقين، وكأنه أكثر مما يعرف من الأشياء البديهية. دي مسألة مفروغ منها، فيعيشها ويستحضرها، ومع كل شيء يبتدي يفكر طب وأنا هعمل إيه للمشهد ده؟ كيف أنجو من أمر الحساب؟ كيف أنجو من أمر الصراط؟ كيف أنجو من هذا الموقف العصيب ساعة الحشر وتدنو الشمس من الرؤوس هكذا؟ فساعتها بقى لما نمر على 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، هل عملت عمل من الأعمال اللي فعلها هؤلاء العظماء 7؟ هو ده أقعد أفكر طب أنا عملت إيه من هذه الأعمال؟ هل أنا
مثلا لي منصب وجاه فعدلت فيه فأدخل تحت مسمى إمام عادل؟ هل أنا الشاب الذي نشأت في طاعة الله تبارك وتعالى؟ هل أنا تصدقت بصدقة عظيمة حتى لم تعلم شمالي ما أنفقت يميني؟ هل أنا الشخص العفيف الذي إذا ألمت به الفتن قال إني أخاف الله؟ هل أنا واحد من هؤلاء؟ هل أنا العبد الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ هل أنا صاحب القلب المعلق بالمساجد؟ ما هو لازم أفكر بهذه الطريقة. طالما الهول كذلك، إذا كان الشمس تبعد عنا آلاف السنين كما هو معلوم، والشمس إذا دنت منا واقتربت شيئا ما يبقى الإنسان لا يستطيع العيش في هذه الأرض، لأنه لو درجة الحرارة ارتفعت شويتين ثلاثة واحنا مش طايقين ولازم المكيفات والمراوح فما بال والشمس تدنو من الرؤوس هكذا. يبقى الإنسان لو تخيل واحتسب هذا الموقف، حطه كده وحس ان انا فعلا في هذا المشهد انا هعمل ايه، والخطايا تصل انه يلجم الجاما، يبقى عامل زي لجام الفرس من كتر ما العرق في جسده كله فألجمه، غرق في عرقه. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا على أن الساعة قريب. الله عز وجل قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والملك يمسك بالصور لينتظر الإذن الإلهي لينفخ النفخة الأولى، نفخة الصعق اللي صعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ نفخة أخرى فيكون البعث للدار الآخرة. نعمل إيه طيب؟ إيه الواجب العملي؟ أكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكفينا شر هذه الأهوال. الله سبحانه وتعالى حسبنا كافينا جل في علاه، وعليه نتوكل وعليه نستعين وبه نستعين سبحانه وبحمده، ونفوض الأمر إليه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه، يعني حس انه حاجة بقى ويا أرض تهدي معاليك أدي، وانتفخ كده وأنا فلان الفلاني بلقب العلم أو بجاهي أو بسلطاني أو بمالي أو من تعظم في نفسه، شاف نفسه على إنه شيء أكبر من حقيقته، نسميها تضخيم الذات. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، مشى ليس مشية المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإنما بقى منتفش كده وأنفه في السماء ويختال يتبختر في مشيته. قال: لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. طبعا مصطلح الصورة مصطلح احنا بنستخدمه النهاردة في الصور الفوتوغرافية، الصور اللي الناس بتلتقطها عن طريق كاميرات الهواتف إلى آخره. فالصورة
ومصطلح الصورة أولا يطلق على النحت، عشان كده أحيوا ما خلقتم، ما قدرتم، الخلق بمعنى التقدير، بمعنى الصناعة، ما صنعتم. فلازم يكون في عامل بشري في الموضوع، إنه صنع صنعة، أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعامة أهل العلم على أن مصطلح الصورة أولا يطلق على إيه؟ يطلق على التماثيل. ثم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما صنعت قرامة، يعني جابت لوحة لطيفة كده شكلها جميل وزينت بها البيت وعلقتها ليكون يعني أمر من تجميل البيت. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وتوقف وظهر الغضب على وجهه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم السبب فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب يبقى سمى برضو كلمة صورة على المرسومات، على حد رسم لأنه في الآخر جاءنا في الحديث إنه كان الأمر إيه؟ كان شكل حيوان له أجنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فبرضو إن احنا نعلق في البيت حاجة من هذه الأشياء ده أمر محظور، وبالتالي يدخل مصطلح الصورة على التمثال أولا وعلى المرسومات ثانيا. أما المسائل الحادثة في التصوير الفوتوغرافي والتصوير اللي بنقول عليه الرقمي أو الديجيتال، فما عليه فقهاء العصر أن هذا لا يعد صورة، وأن هذا إذ أطلق عليه شيء فهو حبس ظل، وأن حكمه مثل حكم النظر إلى الماء كالمرآة، النظر إلى المرآة أو النظر في الماء، فقالوا شأنه شأن ذلك لأنه عكس للظل. ومن هنا فقالوا بأن ذلك لا يدخل في أحاديث النهي. وتورع فريق وقالوا لا ينبغي بحال التوسع في هذا، لأن الناس واخداها عمال على بطال وكله تصوير في تصوير، ومن هنا بتبقى فيها مخالفات كثيرة من غير ما يكون من وراء ذلك نفع. فالشاهد لما تعدي علينا هذه الأحاديث لابد إنه الإنسان مننا يعمل لذلك حسابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعذاب هؤلاء وتوعدهم بأشد ما يكون من العذاب، لأنه سيقال لمن صنع هذا أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين أيضا عنه يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. عشان كده القبر يكون روضة من رياض الجنة، ويبشر فيه الإنسان بما سيكون مآله في نهاية المطاف، إما من أهل الجنة وأهل النعيم، وإما من أهل النار وأهل الجحيم عياذا بالله. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. فلما الإنسان يفكر في المصير وإنه الدار الأبدية، وأن الراحة لن تكون إلا عند أول قدم يضعها المؤمن في الجنة، فيبقى ده سلوى له على كل عناء وعلى كل مشقة يتكبدها في هذه الدنيا،
وعلى كل ما يعانيه المؤمن في مجاهدة الفتن وفي إلزام نفسه بطاعة الله عز وجل. في نفس الوقت لما ينظر في المقابل إلى ما يكون من عذاب أهل النار استعاذ بالله تبارك وتعالى. عشان كده دي الواجبات العملية. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا كل يوم على أن نسأل الله الجنة ثلاثة ونستعيذ بالله من النار ثلاثة. ده على أقل تقدير، على أقل تقدير اللي فعلا الجنة قدام عينيه وفعلا النار يتخوفها ويعمل لذلك ألف حساب، هو ده اللي هتلاقيه على طول يذكر ذلك فيقول أعوذ بالله من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابق عذاب. يلح في هذا الأمر. زمان قلنا في بعض المحاضرات، هو يا جماعة آخر مرة حلمت بالجنة إمتى؟ سمينا المحاضرة حلم الجنة. حد حلم بالجنة؟ حلم. فليه يعني السؤال؟ أصل اللي منتظر الزواج وحلم حياتها إنها تتزوج وتلبس الفستان الأبيض، ممكن تلاقيها شافت رؤى من هذه الرؤى وتبقى حاجة كده من الأشياء المنعشة للإنسان. واللي بيحلم بأنه يكون عنده مال معين ويسبح بخياله بقى هيبقى عندي عربية شكلها كذا وحسكن في المكان الفلاني وعايز وعايز وعايز. الأشياء دي ممكن أن تتردد في مخيلة الإنسان لغاية ما يبقى حديث نفس فيراه في منامه. طيب ألا نحدث أنفسنا بالجنة؟ يعني إذا كان بقى هو الهدف الحقيقي اللي احنا عايشين له فعلا، لا هو الأكل والشرب والجواز والخلفة والعيال والمنصب والجاه وهذه الشهوات والملذات الدنيوية اللي شغل الناس الشاغل فيها، لو فعلا بقى أنا عايش للجنة وفعلا الجنة أكبر همي إن أنا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فالمفترض إنه الواحد يشوفها في رؤاه. وكان أحد إخواننا تعرض بفتنة بالغة وأذى شديد واضطهاد، فقال لي والله كده، قال لي سبحان الله نمت من كتر بقى ما كان الأمر يعني شاق جدا، نمت فرأيت خيمة مجوفة من لؤلؤة كنت قريت عنها في أحداث في أخبار الجنة وما أعده الله عز وجل لعباده. قال لي والله العظيم شفت هذه الرؤية وساعتها قمت وكأن كل شيء أقسم بالله من العنت والتعب والظلم الشديد اللي كان واقع عليا والله العظيم ولا بقيت حاسس بأي حاجة. ده إيه بقى؟ حد أهو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل له عاجل البشرى، مجرد بس شاف حاجة كده في الجنة خلاص. فتخيلوا هذا المعنى جيدا عشان دايما كده نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هي دي المفتاح هنا، كأن رأي عين. فطول ما أنا بقى بسمع وأنا متلهي وأنا دماغي دلوقتي مشغولة في كذا وكذا وكذا وكذا، الكلام هيبقى تأثيره ضعيف. احنا محتاجين خلوة بالله تبارك وتعالى، احنا محتاجين الكلام يبقى على قلوبنا، نزل به الروح الأمين. على فين؟ الكلام المفروض ينزل على فين؟ نزل به الروح الأمين على قلبك قبل ما يبقى على ذهنك أو على أذنك. فعشان فعلا يتحرك القلب بهذه المعاني. وفي المسند عنه قال من اشترى ثوبا ب10 دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. يا رب سلم. هذا الحديث قلت في إسناده نظر، وعلى قاعدة الإمام
ابن القيم اللي ليه كتاب أصله في علم الحديث اسمه المنار المنيف، وهو بيتكلم على ضوابط أهل الحديث فيه، فهو على القاعدة اللي عند المحدثين بأنه يستأنس بمثل هذه الأحاديث في باب الترغيب وفي باب الترهيب، وإن كان هذا الحديث في إسناده نظر، وذهب بعض المحدثين إلى أنه ضعيف جدا، وكذا عند الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قلت يستأنس به، صح أنه ضعيف جدا لا ينطبق عليه شروط المحدثين، لكن يبدو أن الإمام ابن القيم رأى أنه ليس كذلك، وإنما هو ربما يكون عنده حديث ضعيف وليس ضعيف جدا. الشاهد أنه تخيلوا بقى درهم يدخل حراما في كساء اشترى الإنسان، لا تقبل له الصلاة ما دام عليه هذا الكساء، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. حط يديه في أذنيه سيدنا ابن عمر وراح قال يا رب وداني يصيبها الصمم لو أنا ما سمعتش هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. في المسند أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسربها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم عياذا بالله. هذا أيضا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ورواه الحاكم في المستدرك وسنده حسن. هذا الحديث إسناده حسن. اللي ساب الصلاة مرة بسبب السكر، ربنا يعافينا وإياكم، مرة واحدة فكأنه سلب الدنيا وما فيها. اللي يترك الصلاة 4 مرات بسبب السكر يبقى يسقيه الله من عصارة أهل النار عياذا بالله. وفيه أيضا عنه مرفوعة من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، وإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه. فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. شوفوا بقى خطر الذنب قد إيه بيحبط العمل. لا تقبل له صلاة 40 صباحا لو شرب الخمر مرة واحدة، لو عاد إلى ذلك لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا. فما بال المسلمون مع كل النذر دي يبقى فيهم من يتعاطون المسكرات، ويكون في دور المسلمين وفي بلاد المسلمين هذه البارات وهذه الخمارات، وينتشر فيها المخدرات مع كل النذر دي، لأن الناس استخفت بهذه النصوص. والنهاردة اللعبة اللي بتتلعب المشهورة في القدح في ثوابت الدين، نبتدي نقول بقى ايه الحديث دي فيها نظر، السنة اصلا مش محل احتجاج، والسنة دي فيها وفيها، وأئمة الحديث دول فيهم وفيهم، علشان يهون الأمر على الناس. نسأل الله العفو والعافية. قال وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا الحديث في المسند، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والهيثمي قال أنه رجال
الإمام أحمد في مسنده وأبي يعلى ثقات، فبالتالي خطير جدا. تخيلوا الأمر المشمئز، الأمر الذي يثير الاشمئزاز لمن تعاطى الخمر عياذا بالله. وفيه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. هذا عند الحساب، عندما يحاسب الله العباد ويكون عرض الأعمال عليه فيجادل الإنسان ويناقش، ومن نوقش الحساب عياذا بالله عذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من تعرض عليه الأعمال ويعذر وينجو، ثم تطير الصحف في الأيدي، فمن أخذ صحيفته بيمينه فقد أفلح وأنجح، ومن أخذها بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الكلام ده الواجب العملي عليه إيه؟ أول حاجة عايزين نعمل شيء نسميه اختبار قلب. اختبار قلب يعني إيه؟ يعني بمنتهى الوضوح والصدق. عايزين وقفة مصارحة ومكاشفة، لحظة صدق. هو يا جماعة كيف نتلقى هذه المعاني؟ ده أول شيء. يعني هل الواحد كده لما تحسس قلبه وهو بيسمع الكلام ده حس ان هو الموضوع يعني انا حاسس ان انتم مكبرينه قوي والموضوع مش مستاهل ده كله؟ او واحد اصلا بينفر من سيرة اي حاجة عن الخوف وقال لا 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 انا ما بحبش الكلام ده خالص، يا عم انا عايز حد يقول لي كلمتين في الرجاء، انا مش ناقص اصلا احباطات ويأس فانا اول ما جيك السيرة عن المعاني دي انا اصلا بقيت يعني شارد وبفكر في اي حاجة تانية عشان ما بحبش اركز في المعاني دي عشان بيجيب لي مشاكل. فهل ده حالي ولا فعلا اتحرك حاجة جوايا؟ هل فعلا حسيت كده ان قلبي وجل؟ حسيت ان انا الكلام ده مش جرعة مؤقتة وخلاص؟ ما هو هتبقى جرعة مؤقتة طول ما القلب قاسي، الكلام هيعدي ومش هيسيب اي اثر ملحوظ، مجرد بس الكلمتين في وقت السماع والسلام، وبعد كده كل واحد هيذهب إلى لهوه وحياته وهمومه وشؤونه من غير قرارات عملية. العلامة بقى للصادق السابق فينا اللي فعلا الكلام ده هيترجم بمواقف، أعمال، قرارات. يا جماعة دايما التوبة قرار. التوبة مش مجرد شعور لحظي مؤقت أقعد أبكي فيه شوية، أقعد أندم فيه شوية، ويا ريتني ما عملت ويا ريت ما سويت، يا رب سلم سلم وخلاص، وكل واحد بعد كده في حال سبيله. التوبة قرار هقفل سكة معينة بقرارات حتى ولو فيها ما فيها من المشاكل، لكن أنا لازم أقفل هذه الأبواب عني. أنا لازم أخذ قرارات اللي معطلها ومؤجلها بقالي كتير. مستنية إيه؟ هل ننتظر أكثر مما نحن فيه من فتن؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الساعة فشر غائب ينتظر؟ فنسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالساعة أدهى وأمر، نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي لازم الكلام ده يترجم بأعمال. احنا مش عاملين هذه
المحاضرات في شرح هذا الكتاب علشان نقعد قعدة لطيفة نتذكر فيها بعض المعاني وننساها بعد ذلك. الكلام ده معمول علشان خاطر يبقى فعلا بداية وقفة وتصحيح للمسار وتجديد لمعاني الإيمان، ويبقى فعلا من ما سمعت، من اللحظة اللي سمعت فيها هذه النذر حطيت لنفسي جدول جديد، بدأت أهتم بالقرآن، بدأت أهتم بالعلم الشرعي، بدأت أهتم بجانب التعبد، بدأت أهتم بأعمال الخير، بدأت أفكر في رصيد الآخرة، وما بقاش شوية الأعمال البسيطة اللي بعملها، عايز يبقى فعلا طلب الآخرة منهج حياة، يبقى فعلا ده شغل الشاغل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بالله أن نقول ولا نعمل، ونعوذ بالله أن نسمع ولا نطبق. نسأله سبحانه وبحمده أن يفتح لنا أبواب رحمته، وأن يفتح لنا أبواب فضله، وأن يرضى عنا أجمعين، ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه وحده بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.